كما أكد الصحفي الإسرائيلي أريئيل كهانة الذي يعمل في إسبوعية ماكو ريشون اليمينية القومية في تغريدة على موقع تويتر في أيلول سبتمبر أن بن سلمان زار إسرائيل مع وفد رسمي والتقى بعض مسؤوليها. وكانت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية الناطقة باللغة العربية قالت في 7 من أيلول سبتمبر إن أميرا من البلاط الملكي السعودي زار إسرائيل سرا وبحث مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فكرة دفع السلام الإقليمي قدما. وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي وعضو الكنيست عن حزب الليكود أيوب قرة لوكالة فرانس بريس إن هناك عددا كبيرا من الدول العربية تربطها علاقات بإسرائيل بشكل أو بآخر، تبدأ من مصر والأردن وتشمل السعودية ودول الخليج وشمال إفريقيا وقسما من العراق. وقال قرة إن هذه الدول تشترك مع إسرائيل في الخشية من إيران. ورأى قرة أن أغلب دول الخليج مهيئة لعلاقات دبلوماسية معلنة مع إسرائيل لأنها تشعر أنها مهددة من إيران وليس من إسرائيل. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك مقترحا بعقد مؤتمر لجميع السوريين يضم ممثلين عن كل الجماعات العرقية في سوريا. وأضاف أن عملية السلام في سوريا تتطور إيجابا رغم استمرار وجود بعض المشكلات. هناك دول لا تشارك في منصة أستانا لكنها تؤثر على سيرها وخاصة الولايات المتحدة. هناك تعاون وثيق بين بلادنا والولايات المتحدة، فرغم الخلافات توصلنا إلى مناطق خفض التصعيد، لكن هذه العملية ما كانت لتكون ناجحة دون مشاركة إيجابية للسعودية ومصر والأردن وقطر. سنقضي على الإرهابيين في أقرب وقت ممكن. لدينا فكرة بتشكيل مؤتمر للشعب السوري بمشاركة المعارضة السورية والحكومة، إضافة إلى السعودية ومصر والولايات المتحدة. أثر التدخل الروسي عسكريا وسياسيا على الأوضاع في سوريا، حيث أبقى هذا التدخل نظام الأسد واقفا على قدميه ومنعه من السقوط بحسب ما صرح به مسؤولون روس في وقت سابق. كما طرحت روسيا مبادرات لجمع أطراف الصراع السوري، حيث كانت روسيا جزءا من مجموعة العمل من أجل سوريا في مؤتمر جنيف 1 المنعقد في يونيو عام 2012. وما صدر عنها من بيان ختامي تضمن نقاطا للوصول إلى حل للصراع في سوريا. بداية 2014 شاركت روسيا مع الولايات المتحدة في جمع النظام السوري والمعارضة على طاولة حوار واحدة في مؤتمر جنيف بنسخته الثانية. ثم عقدت روسيا في موسكو عقدت مؤتمرا بداية عام 2015 أطلق عليه مؤتمر الحوار الوطني السوري تحت مسمى موسكو 1. أتبعته بمؤتمر موسكو 2 في أبريل نيسان من العام نفسه. ولم يحقق المؤتمران أي نتيجة تذكر، خصوصا في غياب الائتلاف الوطني السوري المعارض. توصلت روسيا وتركيا وإيران في موسكو إلى اتفاق يقضي بتطبيق وقف إطلاق النار في أواخر 2016 وإطلاق عملية أستنا. ولعبت هذه الدول دور الضامن للاتفاقيات. في بداية العام الحالي انعقد مؤتمر أستنا الماراثوني الذي جاء وفق اتفاق روسي إيراني تركي، حيث انطلقت في العاصمة الكازاخية أستنا اجتماعات ضمت وفدا يمثل شريحة واسعة من فصائل المعارضة المسلحة مع وفد النظام السوري رشح عنه ما سمي باتفاق خفض التصعيد. وتكررت هذه الاجتماعات في أستنا 5 مرات، كان آخرها في سبتمبر الماضي. ينضم إلينا من موسكو فاتشيسلاف ماتوزوف الدبلوماسي الروسي السابق والخبير في شؤون الشرق الأوسط ضيفنا. مرحبا بك. لماذا هذه المرة نجد روسيا تركز على كل الأطراف السورية والعرقيات والإثنيات وما إلى ذلك؟ طبعا هذا فكرة أساسية في اقتراحات الروسية لمعالجة الأوضاع في سوريا، اعتمادا على حوار سوري بدون أي تدخلات أجنبية بأي طرف من أطراف المتورطة في هذا الأزمة. وقرار النهائي لازم أن يكون قرارا سوريا. ومن هنا الفكرة لمرحلة وقف الإطلاق النار. هذا أستانا اللقاء له طابع ليس سياسي، ولكن نسبيا لابد أن يتناول مواضيع سياسية كذلك.
ولكن الهدف الأساسي هو وقف القتال. وعندما اتفقت إيران تركيا وروسيا ونظموا هذا اللقاء استشاري في أستانا، وصلوا إلى نتيجة أنه أعلنوا 4 مناطق حفظ تصعيد ووقف إطلاق النار. والآن حتى الآن هذه المناطق يلعب دور مهم في مصالحة سوريا. وحتى الولايات المتحدة الأمريكية رسميا قالوا أنهم مبسوطين من نتائج هذا. وروسيا كانت تدعو الدول الأجنبية بما فيها الولايات المتحدة أن يشاركوا في لقاء أستانا بكل وزن. دول عربية وأمريكا لازم أن يساهموا في توصل إلى وقف إطلاق النار حتى يلجأ من الخسائر البشرية التي تعاني منها الشعب السوري. وبغض النظر أن اليوم مع تركيا هناك تفاهم واضح تماما، مع إيران كذلك، ولكن مع سوء الحظ مع أمريكا لا تزال هناك فوارق في تقييم الأوضاع، خصوصا في منطقة رقة، دير الزور، واعتماد أمريكي على اتحاد ديمقراطي كردي أنهم يشجعون يمولون ويقدمون دعما عسكريا سياسيا إعلاميا لحركات الكردية في سوريا، اتحاد ديمقراطي كردي. ولكن هذا ممكن أن نعتبره مفيدا إذا هذا يجري انطلاقا من فكرة الأساسية اللي نحن نواجهه اليوم. وين هذه الفكرة؟ فكرة الضرورة ملحة للحفاظ على وحدة أراضي سوريا، سيادة سوريا، السلطة السورية على كل أراضيها. وإذا نحن اليوم نعطي صلاحيات فوق العادة مثلا لمنطقة يسيطر فيها أمريكان لأكراد، وهذا تؤدي إلى تقسيم الدولة لإنشاء الدولة الكردية عند قوات البشمركة، ويتحسبون لهجوم من جانب بغداد، والقوات العراقية أيضا تحشد من الجيش وقوات الحشد. شرارة بسيطة قد تشعل المنطقة، فهل يحصل المحظور أم أن كل الأطراف تدرك المخاطر والمحاذير ولن تصل الأمور إلى مرحلة الصدام؟ هذا موضوعنا في الساعة الأولى لمن يود أن يشارك معنا بالرأي والتعليق. في ساعتنا الثانية سنكون مع تونس. مطالبات بتحقيق فوري وعاجل وشفاف في حادث غرق أو إغراق، حتى نكون دقيقين، زورق للمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط. الضحية تونسي، ومن قام بإغراقه أو صدمه تونسي أيضا. احتجاجات على خلفية سقوط ضحايا في الحادث المذكور. ماذا تنتظر السلطات باعتقادكم حتى تعلن على عجل البدء في تحقيقاتها وبسرعة، وتعطي النتائج بكل جرأة وبكل شفافية فيما حصل، وتنصف الضحايا، وأيضا تطيب خاطر أهاليهم وعائلاتهم؟ أم أنه إذا أجرم كبار القوم تتجاوز السلطة عن خطاياهم كما يقول البعض؟ الحقيقة أن هذه الحادثة لم تفتح فقط جرح الهجرة السرية، لكنها فتحت أيضا جروح أخرى، جرح البطالة في داخل البلد، جرح التهميش، جرح أن الشباب لم يجدوا من يستمع إليهم ويحتضنهم أيام المخلوع والآن، ولهذا نفروا من بلادهم، هجروا أوكارهم. أمر مؤلم أن يسقط التونسي غارقا في عرض البحر وهو يريد أن يصل إلى الضفة الأخرى لتحقيق أحلامه، ومن قام بإغراقه ليس جندي إيطالي ولا شرطي إيطالي، بل ابن بلده. هذا هو المؤلم في كل هذه القصة. ربما سنعود إلى هذا الملف في ساعتنا الثانية، ولكن دعونا نفتح ملفنا الأول. أهلا بكم. تتصاعد حدة التوتر بين القوات العراقية الحكومية والبشمركة الكردية في محافظة كركوك الشمالية المتنازع عليها. ففيما تقدمت قوات عراقية وأزالت دفاعات ترابية لقوات البشمركة في مناطق دخلتها بعد تحريرها من تنظيم الدولة، وقامت بالدفع بالمزيد من قوات الجيش والحشد إلى المنطقة
قالت قيادة الجيش إنه لن يكون هذا التحشيد هو بمثابة إطلاق لعملية عسكرية، في محاولة ربما لتطمين الطرف الآخر وتطمين أيضا المراقب الدولي. وأشار مصدر في الشرطة الاتحادية إلى وجود تحشد عسكري كبير في مختلف القطاعات العسكرية العراقية بمحيط ناحية الرشاد وقصبة البشير جنوبي كركوك. تحشيد يناقض كلام رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمس